التحسيسي الثالث في خلال الأيام التحسيسية التي تأتي يعني في المرحلة الثانية من مشروع التمثيلية الدامجة التي تقوم به جمعية آفاق بشراكة مع وزارة الداخلية. خلال هذه اللقاءات يعني وخلال هذا اللقاء الثالث الذي تم يعني تنظيمه بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، والذي استهدف يعني طالبات وطلبة هذه المدرسة، خاصة يعني طالبات شعبة التقنيات القانونية. تم بطبيعة الحال يعني تطرق لمجموعة من النقط والإشكالات التي تواجه المشاركة السياسية للنساء بشكل خاص والنساء ذواتي الإعاقة أيضا بمدينة العيون وبالجهة بشكل عام. تم فتح نقاش والتحسيس بمدى أهمية يعني القيام بمثل هذه المبادرات من أجل السعي إلى الرفع وتعزيز من المشاركة السياسية للنساء يعني داخل العملية السياسية برمتها. تم أيضا اقتراح عدد من الحلول والتوصيات من أجل تحقيق هذا الهدف، هدف المشروع المرجو، وهو بطبيعة الحال يعني الرفع من مشاركة النساء في المجال السياسي. كل هذا يندرج في إطار المشروع، في إطار أهداف المشروع. شاركنا بزاف ديال المواضيع وتكلمنا على بزاف ديال الاشكاليات اللي كتواجهها المراه في المشاركه ديالها، واللي اكتشفنا بانها كلها كتمحور على المجتمع، سواء من الشخص كفرد او للعائله او للمحيط. بحيث انه في هذا النقاش هذا شاركنا بانه الى دخلت المراه بالاحرى الى كانت المراه مساهمه في السياسه بدون اي عراقل، غتقد انها تغير لنا بزاف ديال الافكار وبزاف ديال الاشياء اللي يمكن الرجل غيكون جاهلها، بحيث انه المراه هي عباره عن نصف المجتمع وفي نفس الوقت هي النصف اللي كيربي المجتمع. يعني الا دخلت للسياسه يتقدروا يتغيروا بزاف ديال الاشياء، بزاف ديال الافكار، بزاف ديال المحاور اللي المجتمع جهه ثانيه من المجتمع ما هي ملمه بها. وكانت فرصة جميلة نحن الشباب أن نشاركوا الأفكار ديالنا، وفي نفس الوقت نكتسبوا أفكار من الناس اللي عندهم الخبرة وعندهم الوعي في هذا النوع ديال النقاشات. اليوم كان عندنا لقاء تحسيسي حول تعزيز المشاركة السياسية للنساء ومطلب المناصفة والإدماج في مدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون. فهذا اللقاء كنا تطرقنا لبزاف المواضيع، يعني على كيفاش أن المرأة ممكن أنها يكون عندها دور كبير في السياسة، وشنو هما التحديات والمعيقات اللي ممكن تواجهها. قلنا أيضا أن يعني أن المرأة ممكن أنها عندها دور كبير في المجال السياسي، يعني عندها مهارات كبيرة، وأن إلا تحت لها الفرصة ممكن توصل بزاف الحوايج في المجال السياسي. علمنا يعني أنه المرأة ممكن أنها تعطي بزاف في المجال السياسي، ممكن أنها تنمي ذاتها وتوصل يعني لمناصب عليا. تعلمنا أن المرأة بمشاركتها في المجال السياسي يمكن يكون عندها دور كبير في التنمية المحلية، وتكون متساوية مع الرجل في المجال السياسي. هدفنا اليوم على أساس أن المرأة خاصها توجه للسياسة باش تدافع عن حقوقها وعن عدة حقوق، وكتمثل نصف المجتمع بحالها بحال الراجل. تكلمنا عن العوائق اللي كتواجه المرأة في المجتمع، سواء في المنزل ولا في المجتمع الخارجي، وخاص المرأة تتحدى هذه العوائق كاملة اللي كيصنعها المجتمع والعائلة نظرا لتطور الوقت.